بن حسين الوداني الدوسري هو أحد قراء القرآن الكريم في المملكة العربية السعودية، ومن أئمة المسجد الحرام اعتبارا من صفر 1441 للهجرة، وهو مؤسس مجموعة آيات للإعلام القرآني مع الشيخ ناصر القطامي، وهو إمام في المسجد الحرام، وتم تعيينه في المسجد الحرام يوم السبت 13/2/1441 هجرية الموافق ل 12/10/2019، وصنف ضمن أكثر الشخصيات تأثيرا بالمجتمع بحسب مجلة جمعية إنسان. ياسر الدوسري هو عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود، وحاصل دكتوراه في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. ولد في محافظة الخرج سنة 1400 للهجرة سنة 1908، ومتزوج ولديه بنتان وولدان. حصل على شهادة البكالوريوس من كلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وعمل كأمين عام لجمعية الأمير سلطان لتحفيظ القرآن بالدفاع الجوي. وبعد 7 سنوات من درس الماجستير في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء في نفس الجامعة، ثم حصل على شهادة الدكتوراه بقسم الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء برسالته تحت عنوان الفروق الفقهية عند الحنفية في البيوع. قام الشيخ ياسر الدوسري بإمامة العديد من المساجد، ومنها مسجد عبد الله الخليفي، ثم مسجد الكوثر ل10 سنوات، ثم جامع الإمام عبد الله بن سعود ل5 سنوات، وجامع الشيخ عبد العزيز بن باز لسنوات، ثم قام بإمامة جامع الدخيل في مدينة الرياض منذ سنة 1426 هجري، وعين في شهر رمضان 1436 للهجرة 2015 ميلادي كإمام للمصلين في صلاة التراويح. الشيخ الدوسري هو أيضا عضو بهيئة التدريس كمحاضر ثم أستاذ مساعد في جامعة الملك سعود، وعضو في العديد من الجمعيات مثل الجمعية الفقهية العلمية السعودية، والجمعية العلمية السعودية للقرآن وعلومه، والجمعية السعودية للدراسات الدعوية، وعضو لجنة أوروبا في الندوة العالمية للشباب الإسلامي، وعضو في جمعية البر بمدينة الخرج. قرأ الشيخ ياسر الدوسري على عدد من القراء، ومنهم الشيخ بكر الطرابيشي وهو صاحب أعلى إسناد في العالم، وقرأ على الشيخ إبراهيم الأخضر وهو شيخ قراء المدينة، وقرأ على الشيخ محمد تميم الزعبي وهو عضو لجنة مراجعة المصحف الشريف في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، وقرأ على الشيخ محمود بن عمر سكر، وقرأ على الشيخ أحمد خليل شاهين، وقرأ على الشيخ سعد سنبل، وقرأ على الشيخ عبد الله الجار الله، كما تتلمذ على يد العديد من الشيوخ، ومنهم الشيخ عبد الله بن جبرين، والشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي المملكة، والشيخ صالح الفوزان، والشيخ صالح بن عبد الله بن حميد، والشيخ سعد الشتري، والشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، والشيخ محمد بن حسن آل الشيخ، والشيخ يعقوب البحسين، والشيخ عبد العزيز بن إبراهيم القاسم، والشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي.